بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اذا وصفتنا تاع اليوم كما راكم تشوفوا هي وصفه البوراك التركي، وصفه سهله اقتصاديه وبنينه وكامل العائله راح تعجبها. تبعوا معايا خطوه خطوه كيفاش راح نوجدوا هذه الوصفه تاعنا تاع اليوم واش نحتاجوا في المقادير. اول حاجه راح نبداو بها هي نوجدوا العجينه تاع البوراك. نجيبوا علبه ياغورت ناتور ونحطوها في بول كما راكم تشوفوا، والدور تاع الياغورت ناتور هو يخلي العجينه تاعنا طريه. من بعد نضيفوا على الياغورت كاس ماء دافي، نزيدوا نضيفوا عليه ملعقه كبيره تاع خميره الخبز وملعقه كبيره سكر. نخلطوا المكونات مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نضيفوا ربع كأس زيت نباتي، ونضيفوا على هاد المكونات بايات تاع حبة بيض. وبالنسبه للصفار نحتفظوا به، راح نحتاجوه في الاخير كي نشكلوا العجينه تاعنا نطليو الوجه تاعها به. وما ننساوش الملح، نضيفوا تقريبا ملعقه صغيره. ومن بعد نلموا العجينه تاعنا بالفارينه. بالنسبه للفارينه نبداو نضيفوها بالتدريج، ما لازمش نحطوا كامل الكميه اللي نحتاجوها، نضيفوا فقط بالتدريج وعينا ميزاننا. نبداو نخلطوا ونبقاو نضيفوا حتى نتحصلوا على عجينه طريه. بهذا الشكل نكملوا نلموا العجينه تاعنا. وهذا هو القوام تاع العجينه بعد ما لميناها. نغطيوها فيلم اليمونتير ونخليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. من الافضل نحطوا العجينه تاعنا في مكان دافي باش تسرعنا التخمار تاع العجينه وما تاخذناش وقت طويل، لانكم كما راكم تشوفوا الجو راه بارد بزاف. وفي هذا الاثناء نروحوا نوجدوا الحشو تاعنا. ناخذ كسرونه ولا مقله نحطوا فيها القليل من الزيت، نخليو الزيت تاعنا يسخن واحد شويه، ومن بعد نضيفوا عليه حبه بصل تكون مقطعه مربعات صغيره. نخليو البصله تاعنا تتقلى شويه حتى نشوفوا بدا يدخلها الطياب. عاد نضيفوا الملح والفلفل الاسود. ما لازمش نضيفوا الملح في الاول باش ما تطلقش الماء تاعها، احنا نحوسوا عليها تكون شويه مكرمله ومقليه مليح، ما لازمش تكون طالقه الماء تاعها. نحركوا المكونات مع بعض، البصله والملح والفلفل الاسود، ونخليوها حتى تطيب. ومن بعد كي طيب نحيوها ونحطوها جانبا، وفي نفس المقله ولا الكسرونه نضيفوا القليل من الزيت، نخليوه يسخن شويه ونضيفوا عليه 2 حبات تاع جزر يكونوا مبشورين بهذا الشكل. نقليوهم شويه ومن بعد نضيفوا عليهم رشه تاع ملح ورشه تاع فلفل اسود، ونقليوهم حتى يطيبوا. لازم نقلبوهم ما بين الحين والاخر باش ما يلصقوناش وما ينحرقوش. وكي يطيبوا نحيوهم حتى هما نحطوهم جانبا، وفي نفس المقله الثاني نفس الشيء نضيفوا القليل من الزيت ونضيفوا اللحم المفروم تاعنا. تقدروا تضيفوا الدجاج ولا على حسب الرغبه تاعكم، يكون دجاج مقطع مربعات صغيره. بعد ما يطيب نخليوه يبرد هو باقي المكونات. الان بدي نوجد في الحشو تاع البوراك تاعي. نجيب البصل اللي قليته نحطه في البول ونضيف عليه الجزر. انا اختاريت هذا الحشو، نتوما تقدروا تستبدلوه بزيتون ايفيلي ولا حتى التونه، نتوما يعني في الحشو لكم الاختيار. هنا ضفت اللحم المفروم اللي كنت قليته، يعني كما كنت نقول لكم الحشو اختياري، نتوما ماشي ملزومين تتقيدوا بهذا الحشو. انا ضفت هنا القليل من المعدنوس مثلا. حتى هذا الحشو تقدروا تضيفوا عليه كورجات ترابيوها حتى هي وتزيدوها في الحشو تاعكم. وهنا زدت القليل من الجبن المبشور، اي نوعيه تفضلوها نتوما، وضفت عليهم 3 حبات من الجبن المثلثات. تقدروا تضيفوا جبن طري ولا اي نوع جبن واحد اخر، هذاك الشيء يعني يرجع لكم في الحشو. نتوما ماشي ملزومين تتقيدوا بهذا الحشو، عندكم كامل الحريه في اختيار الحشو. من بعد نخلط كامل المكونات مع بعضياتهم حتى يتجانسوا بهذا الشكل. نروحوا العجينه هنايا بعد ما اختمرت وتضاعف الحجم تاعها ديغازيها بهذا الشكل. ومن بعد نشكل بوده كبير ونقسم العجينه تاعي ل8 قطع. نسي نكورهم على شكل كريات يكونوا الحجم تاعهم متساوي. نسي قدر الامكان يكون الحجم تاعهم متساوي، ولا عندك ميزان ووزنيهم باش يكون عندكم نفس الوزن تاع الحبات تاعكم. نفوتوا للتورق تاع العجينه تاعنا. نرش شويه مايزينا، لازم المايزينا ماشي فرينه. نسي نديرها بهذا الشكل على شكل مستطيل. من الافضل تحاولوا على قدر الامكان تحافظوا على الشكل المستطيل كي تحلوا العجينه تاعكم بهذا الشكل.
وحلوها شويه رقيقه لخاطر غادي فيها ديجا خميره الخبز، وغادي كي نديروها في الفرن غادي تنتفخ واحد شويه، سما لازم نحلوها رقيقه باش ما تجيناش معجنه وخشينه. كما راكم تشوفوا انا سيت قدر الامكان نحافظ على شكلها يكون شويه مستطيل، وانا استعملت المايزينا وما استعملتش الفرينه باش تحافظ لي على التوراق تاع العجينه. كما راكم تشوفوا انا حليتها وغادي نروليها، سما حليتها بالمايزينا باش كي نروليها تقعد مرقه العجينه والبوراك يجي مرق وما يجيش معجن. من بعد ما حليتها بديت نضيف الحشو في الجانب كما راكم تشوفوا على شكل طولي. في هذه المرحله هنايا تقدروا تضيفوا فوق الحشو قليل من المايونيز. انا كنت بعض الحبات ضفت فيهم المايونيز ما صورتهمش، بصح يعني هذا الشيء حسب الرغبه وحسب الاختيار. بعد ما حطيت كامل الحشو شوفوا بديت رولي. سعفوا العجينه تاعكم ما غاديش تغبنكم، غادي تجيكم سهله في الخدمه. روليوها بهذا الشكل وزيروا حتى تشكلوا على شكل حربوش بهذا الشكل. ومن بعد نحط الحربوش في الصينيه اللي راح ندخلوها للفرن بهذا الشكل. انا كنت ديجا وجدت الحبات من قبل، نحطها في الصينيه بهذا الشكل. وانا كنت ديجا عاودت معكم عجينه اخرى باش تشوفوا الطريقه بوضوح. حطيت الحشو تاعي في الجانب كما راكم تشوفوا، ومن بعد بديت نرول العجينه حتى تحصلت على حربوش وحطيته في الصينيه. وبهذه الطريقه كملت كامل الكميه اللي راها عندي. في الاخير جبت صفر البيض اللي كان عندي وضفت عليه ملعقه صغيره حليب وملعقه صغيره قهوه، خلطتهم مع بعضياتهم مليح حتى تحصلت على هذا الخليط. ومن بعد بديت نطلي في الوجه تاع البوراك بهذا الشكل. لازم نطلي كامل الحبات تاع البوراك مليح مليح باش يعطينا لون شباب محمر كي ندخلوه في الفرن. وهنا ضفت الملعقه الصغيره تاع قهوه باش نتخلص من هذيك الرائحه الكريهه تاع البيض، وملعقه صغيره تاع الحليب حتى هي تساعد باش يعطينا اللون الذهبي شباب للبيض. كما تعرفوا الحليب يعطي العجائن اللون الذهبي ولا اللون المحمر. كملت هكذا طليت كامل الوجه تاع البوراك، ومن بعد بديت نطراسي باش نقسمهم. انا قسمتهم على 4، ولازم كي تقسموا حتى لتحت زعما ماشي فقط تطراسي، ولازم تقسموا حتى توصلوا للقاع تاع الصنيوه. بالنسبه للتزيين انا زينت حبات تاع البوراك بالجلجلان، وتقدروا تزينوا بالسانوج. يعني في التزيين هذاك الشيء اختياري، انا ما نحبش السانوج لهذا فضلت الجلجلان. ويعني كل واحد والرغبه تاعه، كاين بزاف اللي يفضلوا السانوج، يعني هذاك الشيء اختياري. ندخلهم للفرن يطيبوا من التحت ومن بعد نشعل لهم من الفوق، وهذا هو الشكل النهائي بعد ما طاب البوراك تاعنا. جا بنين ورائع. شوفوا هذا هو الشكل تاعه، اللون تاعه راهي شهي. قسمت معكم هنا حبه باش تشوفوا النتيجه تاعها. شوفوا كي جا كريمي وجا مفرمج. يعني هذا البوراك تقدروا تستعملوه في رمضان كبديل للبوراك تاعنا الجزائري. يعني دي فوا نكرهم الزيت وملقى اليوم بغيو نبدلوا شويه. هذه الوصفه مالغري قديمه ولكنها تقعد طوندونس، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. واذا جربتوها حطوا لي ارائكم في التعليقات. ما تنسوش تحطوا لي جيم للفيديو والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر وصفه جديده ان شاء الله. سلام.